امتلأت هذه العذرة علما وفهما وسخاء وصلاحا وزهدا وسرورا، ثم امتلأت نورا، ثم شهد شاهد من أهلها أنها تنور كلما جن عليها ظلام الليل، وقد يرى نورها من بعيد، وكأن شعاع علمها لا يريد إلا أن يشع كلما أرخى عليه الظلام سدوله. ثم سميت بعذرة النور. نعم، هذه عذرة النور، نورها يضيء على أهل تمريهم ومن حولهم كل ليلة منذ قرون من الزمن. كيف لا؟ وقد كانت حاضرة صوفية يتلى عليها كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، وقد كانت حاضرة لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، على مقربة من قرية تمريهم في بلدية الحصيرة بولاية تكانت، وتحديدا في المكان هذا تتجلى عظمة المكان بعظمة من سكنه. هنا في هذا المكان البعيد عن الأنظار يرقد ولي صالح من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولربما لم يكن اختياره لهذا المكان عبثا، بل كان زهدا في الدنيا وتعبدا للخالق سبحانه. تربع على عرش المعرفة والزهد والصلاح هنا ذات يوم، وهنا أسس طريقة القادرية في ولاية تكانت، وهنا تجمع حوله تلامذته من مريدين ومحبين وطلاب علم، وهنا ظهر صلاحه وتجلت كرامته، وهنا نام الشيخ محمد السخاوي ولا أحمد جدو ولا الطالب محمد وترجل عن الدنيا الفانية، ولكن أثره لا زال هنا وكأنه بالأمس، يحتفظ به حجر هذه المنطقة الجبلية القصية من أرض الشنقيط. ضريحه هنا في عذرة النور لا يزال هو المزار الوحيد الذي يأتيه أهله وخاصيته وزواره من كل حدب وصوب، وتتوافد عليه الزوار من حين لآخر مارين من قرية تمريهم، وهي القرية التي يمر منها كل من هم بالوصول إلى مزار عذرة النور، وليس ذلك بالأمر السهل على من كان في عجلة من أمره. فالقرية تقع على بعد 150 كيلومتر تقريبا جنوب مدينة تشججة، وهي الطريق التي تستغرق رباعية الدفع فيها أكثر من 6 ساعات في المسالك الصعبة والتضاريس الوعرة، لكنها ليست عصية على همم الرجال. سكان القرية دأبوا على استقبال كل من أنهكه عناء السفر إليهم بحفاوة قل نظيرها، خاصة إذا كان قاصدا لعذرة النور. فالاستقبال عندهم لا يقتصر على الضيافة فقط، بل تتخلله الرقصات والزقاريت وقرع الطبول والتغني بخصائل شيخهم محمد السخاوي. مكان خيمة الشيخ محمد السخاوي ومكان وفاته ومسجده معالم لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، يحافظ عليها الأهل تبركا وبرا بوالديهم. ولقد صلينا الظهر والعصر هنا في المكان المربع بالحجارة فقط، ولربما صلى فيه قبلنا الآلاف، ولو لم نكن على عجلة لصلينا المغرب والعشاء والصبح في نفس المكان، ولا رأينا ما ذكره من كانوا هنا قبلنا من نور يشع كل ليلة من عذرة النور هذه. في عام 400 وألف كما هو مكتوب على نصب المغفور له، أفلت شمس الولي الصالح والشريف الحسيني العلوي والمربي الروحي، وأول من ازدهرت على يده الحضرة القادرية في تكانت الشيخ محمد السخاوي والأحمد جدو والطالب محمد الحاكم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. السلام عليكم.